السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل الأصدقاء. طبعا اليوم يا أخوان شاب قرصة أفعى فلسطين هو بيشتغل عنا في الداخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل الأصدقاء حول العالم. طبعا يا أخوان بدي أعرض عليكم فيديو اللي هو الأخ رامي قرصة أفعى فلسطين قبل يومين، اللي هو يوم الثلاث. فقال لي أنا بدي أطلع على المستشفى، فبده يجي من منطقة الرملة الليد، وجاي في تاكسي طلب، فقال لي بدي لكيني على الطريق أوصله للمستشفى، فبدنا نلاقيه ونوصله للمستشفى نشوف كيف الوضع القرصة. حكيتها بوصل، فأنا نصحته قلت له تلعبش، ابعث لي الصورة اشوف لك أول شيء هون الحكي. بس خلص يا أخي، في ناس بحبوا يلعبوا بالحياة، أنا عارف. يوم الثلاث قرصة أفعى، ورحنا أخذناه على المستشفى. رامي بيشتغل في الداخل في ورشة. طبعا رامي لا كحي، هاي صور الحية المتصور فيها رامي، شايفينها؟ رامي سكان بتونيا اللي هي بسموه عنا حاجز ال17 عين عريق. رامي كان زمان يشتغل مع ابوي وصاحبنا ومن بتونيا، بغض النظر مين ما يكون حتى لو كان من الصين من الهند احنا بنساعد. اتصل رامي علي قال لي جمال مسكت حية بدي ابعث لك صورتها. قلت له اوكي ابعث صورتها، تلعبش فيها حتى نتاكد. فرامي بلش يتصور في الحية ويمزح ويلعب، بيعرفش خطورتها. قرصته الحية، قرصته وين؟ بالاصبع، يا دوب ثقب يا اخوان قد الابره بالجلد. تعرفوا الاصبع هذا عظم كله، يعني الناب صابه. اتصل علي معلم رام شايف، حكى معي ابراهيم، في اثنين حكوا معنا، واحد بيشتغل معكم من العمال والمعلم تاعه. قلت يا ابراهيم كلهم ابني خذوه على مستشفى بالداخل، في مضاد موجود، فيش في رام الله مضاد. على ليش؟ على اساس انه ياخذوه غاد، لانه موجود غاد يعالجوه غاد، ومنها موجود المضاد، بوفروا المضاد الهان، لانه المضاد الاصلي هذا مش حيعاود يجي، لانه خلص الامور مش رايحين يردوا يجيبوا، الامور مش كويسه، المضاد اللي حيجيبوه كوكتيل، مش هذا المهم. فقلنا يعني بنوفر جرعات هالمضاد. انا بعرف شو اللي بصير يا اخوان. فصار كل انه خلص انه يعني انا بدي اجيبه، ما فيش مجال لاسباب، يعني في اسباب بدناش نحكي فيها، انه ما بيقدروا ياخذوه على مستشفى في الداخل. المهم، فانا قلت لرامي نكسب وقت. بتطلع يا رامي من الحاجز، اول ما تقطع الحاجز بتطلع بتاكسي طلب، بدل ما انا اروح مشوار بعيد لعند الحاجز، انت بتطلع بتاكسي طلب وانا بطلع من هون، بنتلاقى في الطريق، بنكسب وقت، لانه رامي كان له زمان مكروس، يعني قرصة رامي طش اشي بسيط لكن خطرة يا اخوان، اقول لكم اياها بصراحة. بنكسب وقت، فزي ما انتم شايفين استنينا هان، وهي اجى التاكسي واخذت رامي من الكرة من تحت، وضليت رايح فيه على المستشفى. شيل هذه وجع القلب. مكروس هي هاي الحية عايشة، دير بالك. عايشة ولا فيها شيء. شو بدك تشوفها؟ خلص بدون ما اشوفها بدك تفك، محطوطة في نايلون بدون ما اشوفها، بعدين بنشوفها. لقيتها هي حية فلسطين، يعني انا شفتها على الصورة. تعال اطلع يلا، اطلع خليه يطلع قدام، اطلع قدامك، اطلع شو؟ السلك شوف الطبطبة. تخافش، السلك محطوط منيح، حطها تخافش. بسم الله الرحمن الرحيم. نطت علي على ايدي هذا ليش مش شغالة؟
بعدها صرت احس في نمنم. قلت لك ما أنا الصبح بعد حكيت معي. رنيت عليك الشركه عندنا فيش سيارات فيش. يا زلمه انت لما قلت لي بدي ابعث لك نوع حيه بكيتش مكروس، بكيت مكروس لا لا بكيت لما انا قلت لك لا اولها الصبح اولها لا آه. بكيتش مكروه. بكيت. طيب قلت لك تلعبش فيها بعد صورتها، مظبوط. ليش تلعب فيها؟ شو اللي برن؟ ديست تليفون. تلفونك ديست مش ديست. شوف شيء ايدك. بسيط. والله ورمة يا جماعة. ورمي بلشت تدور. توجعك؟ مرة واحدة قرصتك. قرصتني ما حسيتش فيها اولها، كنت بجوز انا بتخيل شيء بعديها ما استعملت الايدي وقفت صارت تنفخ لحالها نيباك. وصارت تنمنم تعطي نمنم شيء. دخلت على المستشفى، دخلنا رامي واخذنا الحيه طبعا عشان اجراءاتهم، انا لازم اعطيهم الحيه ما بتدخل. واحد قرصاه حية فلسطين. انا بقول ما يمشيش احسن. هات له الكرسي هات عشان ما يمشيش قرص الحيه زمان. قرصاه حية فلسطين. حي جيبوا ويلشير. هات الكرسي هات احسن. خليه ما يمشيش. ممنوع يمشي. حية فلسطين. حي فلسطين. ايش سلامات شيخ الله يسلمك. يا جماعه احنا بالباب بسيطه ان شاء الله. جمال هاي شو بدك تسوي؟ هاي معي. خليها هلا خليها هلا. خذها جوا بس. هات بلاش تفلت هالكيتة. هذا مرافق. بس في اجراءات بدهم الحيه بدهم مش الحيه، انا ما بحب اتدخل فيها. دخلنا جوا كل شيء تمام، فقال لي سجل رامي، فيش حدا يسجله لازم يتسجل برضه. رحت سجلته وهاي طوابع مش عارف شو وجبتها على الطوارئ. وفي واحد طلب الحيه يشوفها من الاطباء، كل الاحترام يعني هذا اشي منيح انه يجي. فانا جبت الحيه زي ما انتم شايفين، كانت رابطينها بسلك. فتحنا الحيه وفرجيناهم الحيه، برضه لازم يعني يتاكدوا انها افعى فلسطيني، شوفوها صوروها يعني هي مبينه انا معروفه، بس لازم بالافضل هيك لازم الصح، لانه برضه هم في عندهم قوانين وبروتوكول بيتبعوه. ودكتور الطوارئ اللي كان مداوم على السريع بلش بالاجراءات هو الطاقم واللي معه، وجابوا المضاد، كان في مضاد اصلي موجود لسه للافعى، واعطوا رامي مضاد وكل الاحترام. انا هان انتهى دوري، شايفين يا اخوان انتهى دوري. تصورت مع رامي اتصلت على اخوه. طبعا كل الناس تسالني شو صار، ما انا نزلت انه في شاب انقرص وفي الطريق راح نجيبه على الفيس. الناس بتتابع وبتحب تتعلم وتعرف. فانا عندي يعني صفحتين يا اخوان، صفحه 3 مليون وإشي، والصفحه الشخصيه حوالي 400,000. الناس بدها تعرف شو صار، بتحب تتابع وتعرف يعني ليش في ناس بتزعل. المهم شو صار مع رامي، نزلت قلت لهم يا اخوان تم تامين رامي للمستشفى الحمد لله، وتم حقنه مضاد اصلي لافعى فلسطين، تم حقنه. واتصلت على اخوه، اجى اخوه اعطيت شنطة رامي والهوية والمصاري، كان حتى مخليهم بالشنطة لاخوه، وقلنا له السلام عليكم. الشاطئ ولا عصاتك الشاطئ؟ لا الكشاطة نفسها. خلص عصاتك مش معاك يا جماعة؟ حاول تطلع بعد. هاي حية فلسطين. هاي حية فلسطين. خلص والله خطرة. بدنا نصورها. صورها عشان دكتور العلاج. اشوف والله كان بالساعة تروح واحدة من السيارات متشابكة في بعضها. اسمع بدها تنط. واحد شاري سيارة شفتهم. وفتح غطا الموتور يشوف البطارية مسوي اشتغل. حية فلسطين.
اجاني تلفون بعدها من الصفحات صارت تنزل، اجاني تلفون من احدى الاطباء، قال لي جمال كاتبين على الصفحات انه فاهمين انك انت جاي معطيه مضاد. شو انا معطيه مضاد؟ انا كيف يعني صارت 6 اطباء في جوا الطوارئ وشو مضاد ومش مضاد. كتبت على صفحتي الرجاء من كل الاخوان، انا المنشورات مبينه كل الصفحات يا اخوان الرجاء، حتى في صفحه شاركت الموضوع اللي هي اسمها سلوان، نسيت والله، المهم من القدس، شاركوا معي الهاي. يا اخوان الرجاء نقل الخبر الصحيح، نقل. والف حمد لله على سلامة الصديق رامي. يعني لو كان حتى اي حدا من وين ما كان يا اخوان، من كل الدول، وكان مين ما كانت حتى جنسيته، هاي شغلة انسانية. وانا يعني زي ما انتم شايفين مبسوط انه رامي كان طبعا رامي بالطريق اتصل علي قال لي جمال انا بطلت اشوف، عيناي صاروا يغبشوا. شو صار معك بالضبط؟ صرت اغيب، ما اشوفش غيب، يعني هي غيب وفجاه رد اصحصح شوي، رد غيب ورد اصحصح. خفت عليه انا، حتى لما وصلت المستشفى ال 30 40 متر اللي نمشيهم من برا للطوارئ، شايف؟ جبنا كرسي وخلينا يدخلوه على الكرسي عشان ما يمشي ويتدهور وضعه بزيادة، رغم انه كانت كمية السم قليلة جدا. القرصة صايبته الحي بناب، لكن يعني الوضع خطر، وعند الاصبع يعني باعتبار انه الحية قرصته تحت الجلد، عرفتوا؟ احيانا الحية بتقرص بتغمق في اللحم، هي الحية النياب بتغمق وبتضخ بالعمق اكثر عشان تعمل ضرر اكثر، لكن كانت بالجلد الاصبع، شايفين؟ وصار هذا الاشي.